تخيل أنك تعلم إنسانا سورة الفاتحة فيقرأها في كل فريضة من صلواته لك أجرها. الله أكبر. ثم أقول المال الذي لك، المال الذي يملكه الآن الإنسان لا يمكن أن يأخذه معه إلى الآخرة، صح، لكن بإمكانه أن يجعل هذا المال يسبقه إلى يوم القيامة. الله أكبر. فإذا سبقك المال ستجده أمامك تستظل بظله. وأختم بآية واحدة تحدد هذا المشهد والموقف: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، أنا أتصور أنه يقول يا رب اتركني أصلي ركعتين، صح، يا رب اتركني أروح أبر أمي، قال من إيش؟ فأصدق. يريد أن يعود للدنيا حال احتضار، هذا الكلام ترى حال الاحتضار، قال فأصدق، ما قال قم أصلي، صح، ولا أقوم أركع ولا أدعو، قال أصدق وأكن من الصالحين. آخر اللحظات حينما يموت الإنسان وحينما يأتيه الموت للاحتضار يتذكر أمرا: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. ليش؟ ما يبغى يعيش لأجل دنياه، ولا قال في هذه اللحظة يبغى يرجع فقط لأجل أمرين اثنين: فأصدق. طيب ليش ما قال فأصلي أبر بوالدتي؟ قال فأصدق لأنه رأى أثر الصدقة والعطاء وصنع المعروف، إن كان من أهله أراد الزيادة، وإن كان لم يكن من أهله ندم على عدم فعله ورغب أن يرجع إلى الدنيا حتى يصدق ويفعل الخير. أنت اليوم في سعة، أنت اليوم في متسع، قبل أن تعض على أصابع الندم ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، انتهى الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. تصدق والله يحسب سبحانه وتعالى، فإن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. من منا لا يتمنى ذلك؟ من منا لا يريد ذلك؟ مثل جبل أحد، صدقة يسيرة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة. كم تكلفك التمرة فضلا عن شق التمرة؟ وسواء كانت هذه التمرة اشتريتها أهديت لك، انت صدقت بها فأجرها لك. جاءتك صدقة فتصدقت بها، جاءتك هدية فتصدقت بها، اشتريتها من مالك فتصدقت بها، في كل ذلك الأجر محسوب لك. الصدقة هي من أعظم الطاعات. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويقول لما سئل قيل يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. أما الإنسان إذا مرض وأشفى على الهلاك تصدق، هذا له فضله، لكن ليس كمثل من يتصدق وهو في صحته وقوته. إذا تصدق المرء وهو غني كثير المال ثم تصدق ببضعة ريالات أو ربما آلاف، فهو مثله ليس كمثل الفقير الذي ربما لا يجد قوت يومه ومع ذلك يتصدق تقربا إلى الله جل وعلا. قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، وهو مصداق قول الله تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا ابن آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ حر القبور عن أهلها.
يعني أحيانا الإنسان ما يضمن نفسه، من يضمن نفسه أنه في الجنة وأنه في القبر لا يعذب وأن الله عز وجل سينجيه؟ نقول بصدقة قد تكون ب10 دراهم، قد تكون ب100 درهم، بأقل بأكثر من ذلك، المهم تخلص بها لوجه الله عز وجل وتنوي بها أن يعتقك الله عز وجل من النار وأن يرفع الله درجتك عنده في العليين. نقول يخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ صدقة، يعني تشوفها بسيطة. بعض الناس يقول إيش 10 أنا أتبرع 10 إني أتبرع مليون ولا لا؟ نقول لا، اليوم ارسل رسائل حث فيها من تعرف اللي وياك في الجروب كما يقولون والمجموعة، حثهم على الصدقة، لك أنت الأجر، الذي يبدأ هو صاحب الأجر، كل من سيتصدق بسببك ستكون أنت بإذن الله عز وجل لك الأجر الأعظم. الصدقة كلما كانت وافقت وقتا فاضلا كانت أعظم عند الله، وإنما قال العلماء بأن فضل الصدقة في رمضان يعظم لحديث قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن أجود من الريح المرسلة. فالصدقة يعظم شأنها في شهر رمضان لفضيلة الشهر نفسه، والعلماء يقولون إذا كانت في مكان فاضل تعظم، وإذا كانت في زمان فاضل تعظم، فالصدقة تعظم في ذلك الحين. وينبغي أن يعلم المؤمن، وهذا هو معقد الفرس، أن الإنسان لن يخلو من ذنوب، لن يخلو من معاصي، لكن العاقل يجعل له بابا مفتوحا مع الله. ما معنى يجعل له بابا مفتوحا مع الله؟ كل أحد منا أعلم بقدرته، أين موطن قوته.